السلام عليكم. قبل بداية الفيديو، إذا كنتم من عشاق كرة القدم ومتتبعي أخبار كرة القدم، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والآن هيا بنا للتفاصيل. الفتاة في أول تعليق لها منذ توجيه الاتهام بالاغتصاب رسميا إلى نجم المنتخب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي. أكدت كولين أن الضحية المزعومة رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، وأشارت إلى أن الشابة لم تشعر بعد بأنها مستعدة لمواجهة اللاعب. وبحسب ما نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، تقول كولين إن الاتهام اليوم لا يستند إلا إلى ادعاءاتها. وأضافت محامية أشرف حكيمي أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي اليوم يعد إجراء طبيعيا وروتينيا يتبع عادة جلسة الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية. وأضافت أن هذا الإجراء يفتح أمام حكيمي للدفاع عن نفسه.